بحييكم من عب الزبلاوي. وقبل ما نتكلم عن أهمية الرئيس الحمار بنسأل: هو احنا صحيح شعب لا نستحق الديمقراطية والحرية؟ معقول بنعشق العبودية للبشر؟ بنحب الاستبداد ونموت في الفساد اللي سيطر وساد ونتيجته الطبيعية حالة إحباط وكسر همم وعقم وشلل وكساد؟ نعم. لا، مفيش حمام. مؤتمر كله 5 دقايق. امسك نفسك. يعني ايه مش قادر؟ انت اصلا مش جاي المؤتمر، جاي تعمل حمام. طب بص، هقول لحضرتك على عرض فكر فيه ورد عليا في خلال 48 ساعة. انا هسيبك تدخل اخر الطرقة دي تتصرف، بس تحضر معانا المؤتمر. اتفقنا؟ يلا بسرعة بطل. عندي وجهة نظر تقبل او ترفض، بس بعد فهم واضح. وحاول دايما تخلي جدلك واختلافك يكون هدفه الوصول او الاقتراب او ملامسة الحقيقة. بيسموه اجتهاد بغرض التيقن، مش مكسب وخسارة ويقول لك قطعوا الكلام ده. وانا برحب بكل الاراء بشرط انها ما تختلفش مع رأيي. الموضوع اننا كنا جعانين حرية وديمقراطية وتقريبا بايعين القضية ايام ما كنا مطية. قامت ثورة يناير، اكلنا بنهم وبشهوة وبشراهة وعدم تركيز. حصل لنا ايه؟ حصل لنا تخمة. المعدة لما اتملت سحبت الاكسجين من المخ، بالتالي اصبحنا بنتصرف من غير عقل ومن غير وعي. للأسف ما قدرناش نمر بمرحلة اسمها عسر الهضم. يا سونا حمدي، ايه يا جماعة؟ كله افتكر يعمل حمام وانت قالع ليه يا استاذ الحزام كده؟ طب اربط بس حزامك. طب مع بعض بقى ننقل المؤتمر اخر الطرقة. لما مشينا في سكة الديمقراطية يبقى لازم نكمل ونتحمل ونستحمل، لان اي بداية في شيء جديد طبيعي بيتولد عنها ومنها اخطاء. الطفل لما بيجي يتعلم المشي بيقع الاول. ده كان دور مين؟ ده كان دور ومسؤولية الاعلام والمثقفين اللي معظمهم خاين. حتى في مصطلح اسمه خيانة المثقفين، انا بضيف عليه على مر العصور. بعضهم جبان واكترهم بينحاز للقوة مش للسلطة. عاوز تعرف انت فين والديمقراطية فين؟ اقول لك قصة حقيقية حصلت في بلغاريا في انتخابات عمدة مدينة اسمها فارنا. اترشح قصاد العمدة اللي بيحاول ياخد مدته التانية حمار بديل اسمه ماركو عن حزب مجتمع بلغاريا الجديد. الغريب ان لجنة الانتخابات قبلت اوراق الترشح بتاعت الحمار. ليه؟ لان القانون هناك بيسمح بكده. قال لك اي حد اتولد على ارض بلغاريا من حقه يترشح دون تميز في الجنس واللون والعرق والكلام ده. ولا العمدة انسحب، ولا الشعب البلغاري العظيم اتهم الحزب باحتكار البلغاريين، ولا رئيس بلغاريا تدخل او احتج. اي اسئلة في الاخر. سامية واحمد. هرد عليك بقولك سامية واحمد يعني ايه؟ راجل كبير يعني؟ هو اتولدت قبل مني هتذلني يعني ولا ايه؟ عندك كام سنة؟ 52؟ 52 سنة زي لجنة الدستور كده من غير اجازات؟ طب بالاجازات انت موظف؟ هقول لك بقى عندك كام حقيقي بقى. 52. طيب بياخد جمعة وسبت وبياخد يوم مأمورية اجازة. عندك شهر حج او 15 يوم مصيف و37 مناسبة في السنة، يبقى انت عندك 8 سنين. يا ريت تروح بقى زي زمانهم بيدوروا عليك دلوقتي. بدأت الحملة الدعائية للحمار ماركو. حجزوا مساحات وساعات في برامج التوك شو. كتبوا تحت الصور: ماركو لا يكذب، ماركو لا يسرق، ماركو يعمل بجهد دون ملل او كلل، ماركو مطيع لأوامر سيده. واتخيل ان المطرب البلغاري سعدينوف الصغيروف غنى له بحبك يا ماركو، وان موقع اسطبل نيوز اختاروا من افضل 100 حمار في القرن العشرين، وان زوجته المرشحة للقب بغلة المدينة الاولى قالت ان ماركو ما بيلعبش بديله وعمره ما دخل على عياله بعرش حرام وبياكل برسيمه من عرق جبينه وعلاقته حلوة بكل البهايم اللي حوالينا وبيقف جنب الكبير والصغير ومحبوب قوي في الزريبة. رغم كل ده خسر ماركو الانتخابات. قالوا له اطلع ارفض النتيجة. رفض، بل انه عمل مؤتمر في قاعة الخرابة الكبرى
واعترف بهزيمته وهنى العمدة الجديد وسط تصفيق ودموع أنصاره، وقال جملة تاريخية: هيا نبني بلغاريا، واعترف بالنتيجة، بل انه اشاد بالقضاء البلغاري المستقل. تقريبا سمعها من حمار من عندنا. السؤال المهم: قدامنا كام سنة لو فكرنا نرشح حمار في مجلس محلي او محافظ او نائب برلمان او حتى رئيس؟ من غير ما تغضب مني اسأل نفسك السؤال الاهم: هتفرق معاك قوي حمار حقيقي عن بني ادم بدرجة حمار؟ هل حضرتك محتاج كلاب تحمي وتحافظ على ثروتك، ولا بني ادمين يسرقوها وينهبوها؟ بلدك فيها الخير تلال، بس الشلة بنت حلال. بكرة الكل يقول من الذل فين ايام الاحتلال. الاسياد عاوزين خدام عيشهم حاف ويا ريته دام، ما تسمونا يا تحكمونا وامانة الحكم يكون اعدام. يا مستهدفة منك فيكي وقادر ربنا يعافيكي، ياخد النخبة ويشفيكي، ساعتها الخير هيكفيكي. يا مأكلني بالآجل، يا شحاتين، يا متسولين، يا فاتحيني بجلاجل، نفسي اشوفكم في خبر عاجل.